يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون، سنعيش في هذه الدقائق إن شاء الله مع أعظم آية في كتاب الله عز وجل، أعظم آية على الإطلاق، ألا وهي آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الدليل على أن هذه الآية أعظم آية، كان النبي صلى الله عليه وسلم خارجا من المسجد بعد ما صلى الصلاة، خارج من المسجد فرأى أبي بن كعب فقال له: يا أبي، ما أعظم آية في كتاب الله؟ أهو. فقال أبي: هي آية الكرسي. فضربه النبي عليه الصلاة والسلام على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني أنت هنيئا لك هذا العلم، لأن أبا المنذر يقرأ القرآن بتدبر. وأرجو من إخواني أن ينتبهوا لهذه المسألة، لأن كثيرا من الناس يقرأ القرآن بغير تدبر. فكان أبي بن كعب يقرأ القرآن بتدبر، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هو من خلال قراءته وتدبره علم أن هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له ولم يبين له أن أعظم آية هي آية الكرسي، ولكنه تدبر التلاوة في كل القرآن الكريم، فعلم أن هذه الآية أعظم آية تصف الله عز وجل. كذلك أعظم سورة في القرآن سورة قل هو الله أحد. فقال له: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك هذا العلم. ثانيا أن هذه آية الكرسي تحفظ الإنسان عند النوم. أي والله، هذه الآية كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه جعل أبا هريرة يحفظ صدقة الفطر، جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصدقات صدقة الفطر وجعل عليها أبا هريرة. فجاءه رجل في ليلة يسرق فشكى له: عندي أولاد فتركه. جاء في الليلة الثانية فشكى له فتركه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا فعل أسيرك اليوم؟ الرسول اللي قال له بقى، وكأن الله عز وجل أطلعه على الغيب وبين له أن هذا الشيطان سيأتيك في الليلة الثالثة. فلما جاءه شكى له أولادا فقال له: ألا أدلك على شيء؟ الشيطان بقى قال: قل. قال: اقرأ آية الكرسي في كل ليلة لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. الناس اللي بتشتكي من السحر والدجل والمس، هل قرأت آية الكرسي عند النوم؟ عندما تضع رأسك على الفراش هل قرأت آية الكرسي؟
هذه الآية تحفظك أمام الله عز وجل. وهذه الآية لها فوائد عظيمة جدا، لا أريد أن أستطرد، أنا عايز أخش في المعاني بتاعتها. قال سبحانه: الله، والله لفظ الجلالة، الله لفظ الجلالة علم على الله، لا يجوز لأحد أن يتسمى به، ولو تسمى به أحد لاحترق في الحال، لأن هذا الاسم لا يكون إلا لمن؟ لله، علم على ذات الله. الله لا إله إلا هو. يقول عليه الصلاة والسلام: اسم الله الأعظم في 3 صور، فإذا أردت أن تدعو الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، عليك الله لا إله إلا هو. يقول عليه الصلاة والسلام: جاءت في 3 مواضع من القرآن، جاءت في البقرة الله لا إله إلا هو، وجاءت في آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو، وجاءت في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. آية تصف رب العباد. الله لا إله إلا هو، لا إله إلا الله، هذه الكلمة بها تدخل الجنة. قال ابن القيم في أول زاد المعاد: كلمة قامت من أجلها الأرض والسماوات، ولأجلها خلقت جميع المخلوقات، بها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع، بها يقوم سوق الجنة والنار، ومن أجلها جردت سيوف الجهاد، فهي حق الله على جميع العباد، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. كلمة لا إله إلا الله بها قامت الأرض والسماوات. يبقى الله لا إله إلا هو. لا إله، الإله هو المعبود، الإله هو المعبود، لا معبود سواه. الله لا إله إلا هو، لا يعبد شيء في الأرض ولا في السماء سواه، فهو المعبود سبحانه وتعالى، له تركع وتسجد وله تدعو وتطلب، ومنه لأنه سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء. الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. يقول عليه الصلاة والسلام: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فلا، هذه الكلمة ما معناها؟ أنت حين تقول لا إله، تقول لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله؟ يعني لا معبود بحق إلا الله أبدا. ليه؟ لأنه هو الذي خلقك، وهو الذي رزقك، وهو الذي أحياك، وهو الذي يميتك، وهو الذي تقف بين يديه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هو وحده الذي يحاسبك، لا غيره. لا توجد معبودات في الأرض إلا الله، هو الله الذي لا إله إلا هو، يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو الحي. حياة الإنسان وحياة جميع المخلوقات مسبوكة بعدم. مسبوكة بإيه؟ بعدم. يعني أنت ما كنتش شيء قبل ما يخلقك ربنا، مسبوكة بعدم. أما الله فحياته لم تسبق بعدم، فهو الأول الذي ليس قبله شيء. يعني ربنا حياته لم تسبق بعدم، حياتك أنت مسبوكة بعدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر
لم يكن شيئا مذكورا. كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فحياتنا مسبوكة بعدم. أما الله فحياته لم تسبق بعدم قط، هو الأول. ولذلك يقول إيه؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا إيه؟ يعني ما تولدش، لم يسبق بعدم، حياته لم تسبق بعدم، فهو خالق قبل أن يخلق ورازق قبل أن يرزق سبحانه. الله لا إله إلا هو الحي، ومع الحياة تجد القيومية، وده التقابل في الأسماء والصفات. يعني إيه قيوم؟ يعني قائم على كل نفس بما كسب، قائم بذاته سبحانه وتعالى، وقائم على كل نفس، على كل نفس منفوسة خلقها الله هو قائم عليه. يعني أنت إذا نمت من المسؤول عنك؟ من القائم عليك؟ قائم على أرزاقهم، قائم على أخلاقهم، قائم على كل شيء في الإنسان، الرزق، الأجل، في الآجال، قائم على كل شيء، ضرب لكل شيء أجل سبحانه، لا يتدخل في حكمه ولا في ملكه شيء، هو الواحد القهار. يبقى هو الحي القيوم، ولذلك له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فالله قائم على كل نفس بما كسب، هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. إيه السنة؟ اللي بيسموه النعاس مقدمات النوم. السنة النعاس مقدمات النوم، لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه. سبحان الله. ليه بقى يا جماعة؟ لأن الله لو أخذته سنة لاحترق الكون كله. أي والله، لو أن الله حدث له غفلة، نوم بسيط مقدمات النوم، لاحترق الكون كله. استمع لحديث النبي يقول عليه السلام: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه من خلق. يا الله يا الله، لا تأخذه سنة ولا نوم. النوم في حق الله نقص، النوم في حق الله نقص، أما في حقنا فهو كمال. يعني أنت لو ما نمتش تهبل، صلك هبل. والله عز وجل هو الذي يجعلك تنام. خلي بالك، ربنا الإنسان عند النوم لا يمكن أن يسمع أو يرى، هو نائم. فإذا نام قبضت روحه، وهو الذي يتوفى الأنفس حين موته والتي لم تمت في منامه. يعني الإنسان النائم ميت. يبقى كل يوم احنا بنموت في اليوم كم مرة؟ لو بننام مرتين هنموت مرتين ونستيقظ مرتين. أما الله فلا، إله قادر خالق رازق مالك، ده صفاته. ولذلك أنت يا عبد الله النوم في حقك نقص، ولكن كمال من جهة أخرى. لولا أن الله يجعلنا ننام لا العقول تغيرت وتبدلت. يعني في الغرب الآن اللي بينام ساعة بيبقى سعيد جدا. أي والله،
يعني الصين العبادة بتاعتهم بيعبدوا العمى، ما يعرفوش رب، ما يعرفوش آخرة. الصين اللي هي إيه؟ وهؤلاء يعني الكلاب أفضل منهم. ليه بقى؟ لأنهم لا يفكرون في الدار الإيه؟ الدار الآخرة الدائمة، بيفكر في دار ثانية. فلذلك جعل العمل هو إلهه يعبده، بيعمل 20 ساعة تقريبا، كل الوقت عنده عمل، والنهاية هيموت ولا لا. ولم يتعرف على الإله الذي خلق الكون. فهذا النوم في حقك يا عبد الله نقص. أما يكون كمان من جهة أخرى، أنك تنام وتقوم إيه فايق. شو لك أنا نمت في إيه وقمت يعني في فوقان، لأن أنا نمت. فإذا نمت إيه فقت إن شاء الله، لا تأخذه سنة ولا نوم. له اللام دي للملك، اللام للملك. له ما في السماوات وما في الأرض. انتبه، ربنا له إيه؟ ما في السماوات وما في الأرض. وذلك قال في آية إيه طه إيه؟ له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. يعني كل شيء ملكه. يبقى أنت حضرتك تذهب تدعو غيره؟ يا الله يا الله، يعني له كل شيء، يملك كل شيء. أنت حضرتك تذهب وتدعو غيره، تطلب المدد من غيره، مدد يا فلان، مدد يا علان. بشر، موتى، حجارة، بنعمل معاهم ايه؟ الجأ إلى الذي في السماء. وذلك عمران حسين ايه والد عمران بن حسين لابوه الرسول ايه قال له كم تعبد؟ قال له كم تعبد إلها؟ قال له 7. ده لسه في الجاهلية. قال له 6 في الأرض و1 في السماء. قال له من الذي ايه تعده لرغبك ولرهبك؟ قال الذي في السماء. طب انت بتعبد اللي في الارض ليه؟ بتعبد الاصنام ليه؟ بتسجد للاصنام ليه؟ بتسجد للاضرحه ليه؟ لماذا؟ فقال فالنبي صلى الله عليه وسلم اقام عليه الحجه. هل ينفعوك ان تدعوهم؟ لا يسمعوا، موتى. هل ينفعوك؟ الذي ينفعك هو الذي في السماء. إذا قلت يا رب قال عبدي، أنت عبده، أنت هو الذي أوجدك، أحن عليك من أمك. يعني الله أحن عليك من أمك. أي والله، يعني أمك أقل حنانا من الله، لأن الله الذي خلق. سبحان الله. له ما في السماوات من إيه؟ من ملائكة ونجوم وقمر وشمس. أضرب لك مثل بملك واحد، سيدنا جبريل، ملك من الملائكة. صفة خلقه إيه؟ له 600 جناح. شفت عظمة الإيه؟ المخلوق تدل على عظمة الخالق. عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. انت عارف ايه؟ يملأ الأفق. الرسول شافه مرتين، مرة على الأرض ومرة في السماء. له 600 جناح يسد الأفق. سيدنا جبريل ده عمل ايه في قرى نوح المؤتفكات؟ على شيء واحد بس من جناح واحد، رفعهم على جناح واحد إلى السماء وقلبهم. إذا احنا نسوي ايه؟ الأرض كلها تسوي ايه؟ لو أن الله أمر نفذ فينا، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم. سيدنا جبريل رفع الكرة دي على سن جناح واحد.
فجعلنا عاليها سافلها. ده مخلوق بس، مش الخالق، مش فعل الخالق، ده أمر من الخالق للمخلوق. يبقى احنا نسوي ايه؟ لا نسوي شيئا. له ما في السماوات وما في الأرض من كل دابة ومن كل نملة ومن كل شيء يدب على الأرض له ملكه، خلقه ورزقه ودبر أمره. أنت مفكر إن إحنا كده الأمور بتأتي معنا كده؟ لا والله يا أخي، الله يدبر لك. يعطي الغني يعلم غناه، ويعطي الفقير ويعلم فقره. يعطي الغني يعلم أنه غني لعله يتصدق على الفقراء والمساكين، ويعطي الفقير على قدر فقره فيصبر ويحتسب. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. والله يا إخواني كل واحد بيرزق على حسب ما أراد الله له، والله. وإلا أنا هقول لك حاجة بسيطة خالص. العيش اللي احنا بناكله ده لما بنضعه في الأرض، هل تعلم ان الأرض هي اللي بتطلعه؟ ممكن ربنا يجعله لا، سبحانه. الفواكه من الذي أنشأ شجرتها أصلا؟ يعني بتزرع الفاكهة وتطلع لك ألوان من الجمال. من الذي؟ انت بتاكل الفاكهة كده تتفكر في نعم الله عليك. شفت تركيبة حبة الرمان كيف ركب الله حب الرمان؟ سبحان الله. هل فكرت في هذا؟ ولذلك له ما في السماوات وما في الأرض، كل شيء ملكه. يبقى إذا لا يلجأ أحد إلا له. إذا سألت فاسأل من؟ فاسأل الله وحده، لأن الأرض جميعا كلها مخلوقة له. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. أي والله لن يخلقوا ذبابا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. يعني لو أن الذباب أخذ دم منهم ما يقدروش يرجعوه تاني. سبحان الله. يا أيها الناس تفكر في الآية، ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره. إلهك العظيم السماوات مطويات بيمينه. شفت سعة السماوات مطوية بيمين الرحمن، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. أنا عايزك تتعرف على الذي تعبده. لابد أن نتكلم في هذا الباب كثيرا حتى يتعرف الناس كيف يعبدون الله. أنت تعبد ربا قادر له صفات الكمال المطلق لا تعتريها نقص أبدا. صفات الله كاملة لا يعتريها نقص ولا يدخل عليها أي خلل سبحانه. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من؟ هل يستطيع أحدا أن يشفع عند الله إلا بإذنه؟ مستحيل، حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليشفع لأحد لا يشفع إلا بإذن من؟ الجماعة بقى بتوع الأضرحة والقبور يقول لك هؤلاء شفاعؤنا عند الله. دولة اللي هيشفعوا عند الله؟ هو ربنا له حد بيشفع؟ ده الشفاعة دي يوم القيامة. ما يجيش واحد يقول له يا رب يعني واحد بإذني يتدخل ويقول له يا رب كذا. هو ربنا لا لا لا، الله عز وجل حكم عدل.
لا يمكن. وإذا سألك عبادي عني فإني إيه؟ قريب. ربنا ملهوش وسائط، ملهوش شفعاء، لأنك إذا سألت الله في أي مكان تجد الله سبحانه وتعالى. ولذلك إياك أن تتعلق بمخلوق، إياك أن يتعلق قلبك بمخلوق، لأنه لا يملك لك نفعا ولا ضرا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة حق لله، ولا يشفع أحد إلا بإذنه. وذلك يوم القيامة، اليوم اللي مقداره 50,000 سنة، حر شديد وكرب عظيم، والناس كلها واقفة في المحشر، كل واحد يتمنى أن يخرج إلى النار، حتى ولو إلى النار. والله يوم القيامة يودون النار من ضيق الموقف، لأنك لا تملك إلا موضع قدميك يوم القيامة. يا من لك الفلل والسيارات، إذا مت هتقف قدام ربنا لا تملك إلا موضع قدمك. أي والله. والواحد يلجمه العرق الجامع، واللي يطلع فوق أنفه، وحر شديد، والشمس تدني من رؤوس العباد. احنا نسينا اليوم ده، نسيناه بالمحاميل والقرف، والدنيا جات علينا حتى نسينا هذا. والله نسيناه. ربنا بيقول إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. شفت الآية؟ يعني كله بيحب الدنيا إلا من رحم ربي. كل واحد بيسعى خلف الدنيا الفانية. هل فكرت عند الموت هتخرج بلا إله إلا الله ولا بإيه؟ يا ناس، كل واحد عليه أن ينتبه. والله العظيم نحن في غفلة وأصبحنا نعاني. ولذلك هذا اليوم الناس محتاجة شفيع. ذهبوا إلى نوح قال لهم ما أقدرش، ذهبوا إلى آدم قال لهم ما أقدرش، أنا أكلت من الشجر. ذهبوا إلى نوح ما أقدرش، أنا دعوت على قوم، استعجلت الدعوة لقوم. ذهبوا إلى إبراهيم قال كذبت 3 كذبات. ذهبوا إلى موسى قال قتلت نفسا. كل ده حاجات لها حلول يعني. ذهبوا إلى عيسى ما اتكلمش. اذهبوا إلى أخي محمد. فجاء الحبيب وسجد تحت عرش الرحمن وضع الله بدعوات، وربنا من عليه بدعوات وأثنى على الله عز وجل، فكانت الشفاعة. فربنا يقول وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يا ريتني يا ريتني يا ليتني يا ليتني صليت، يا ليتني وصلت الأرحام، يا ليتني بررت والدي، يا ليتني فعلت، يا ليتني قدمت لحياتي. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد أيها الإخوة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. علمه يعلم كل ذرة في الكون، لا يعزب عنه مثقال ذرة. يعلم ويرى النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. يعلم كل شيء. ليه بقى؟ ألا يعلم من خلق؟ هو اللي خلقك، هو اللي أوجدك، هو اللي سواك. يعلم كل ذرة في جسد،
يعلم السر وأخفى. من السر، أنت قاعد دلوقتي بيحاك في صدرك شيء هو يعلمه ولا يختلط عليه شيء من شؤون خلقه. تخيل يوم عرفة تجد كم مليون الكل يدعو ولا يختلط عليه صوت بصوت ولا مسألة من مسألة، يسمح هذا ويسمح كل من يناديه في وقت واحد، لأنه إله خالق سبحانه. لذلك يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ومع ذلك ولا يحيطون بشيء من علمه أبدا. لا يستطيع أحد أن يطلع على علم الله إلا العلم الذي خصه بالرسل. قال سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ليه العلم يا إخواني؟ عشان أنت بتختفي وتعمل أشياء. بعض الناس بيغلق على نفسه الغرفة ويطلع على الأفلام الإباحية أو يفعل شيء. يراك يا عم، والله يراك، أقسم بالله يراك ومطلع عليك. هتروح منه فين؟ أين تذهب؟ إلى ربك المنتهى. هتروح فين؟ يعلم كل شيء. وده يولد المراقبة لله. العبد عليه أن يراقب ربه، فالمراقبة مهمة جدا للإنسان. يعني أنت الآن إذا راقبت الله عز وجل لا تجرؤ على فعل معصية ولا تترك تعالى. أنت الأذان بيقول الله أكبر، حضرتك قاعد على المقهى، حضرتك قاعد في البيت، طب ما بتلبيش ليه؟ ألم تعلم بأن الله يرى؟ شايفك أيها العبد، يراك مطلع عليك. كيف تفرط في هذا الباب؟ ولذلك قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. تأمل بقى في مخلوقات الله. العرش أكبر مخلوقات الله، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلات. ده احنا في عالم أما يكون الكرسي بالنسبة للعرش في حلقة، يبقى احنا حلقة، خلق عظيم. ولذلك وسع كرسيه، مع الكرسي ده يسع السماوات والأرض. يعني يسع السماوات والأرض كرسي الرحمن، كرسي العرش يسع السماوات والأرض. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش. قال: ما بين شحمة أذنه إلى منكبه مسيرة 700 عام. يا نهار أبيض، تفكرت في الحديث؟ يعني الرسول أراد أن يحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى منكبه مسيرة 700 سنة، ويحمل عرش ربك يومئذ فوقهم 8. فربنا يحمل حملة العرش والعرش سبحانه. وذلك الجماعة اللي يقول لك ربنا في كل مكان، نقول لهم يا جماعة خطأ. ربنا في كل مكان صحيح، بعلمه، بسمعه، بإحاطته، إنما هو فوق. صحح المفهوم ده، إياك أن تقع فيه مفهوم خطأ. يعني ربنا معك بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته، معك بكل شيء، بس هو فوق بذاته. الرحمن على العرش استوى. وإلا فلماذا جعل الرسول صلى الله عليه وسلم رحلة المعراج إلى الله فوق؟ يعني لماذا ربنا سبحانه وتعالى جعل رحلة المعراج بنطلع له فوق؟ مش الرسول طلع له في رحلة المعراج؟ لو هو تحت مش كان
خاطبه تحت. ولذلك إيه كل هذا بلاء. يقول لك ربنا في كل مكان، كل مكان صحيح بسمعه وعلمه وحطته، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي. يعني لا سبحانه وتعالى لا يكرسه حفظهم، يعني حفظ السماوات والأرض بيد من؟ الرحمن. وهو العلي وهو القاهر فوق عباده. وأنت ساجد تقول إيه؟ سبحان ربي الأعلى، لأنك وضعت إيه؟ أفضل جبهة تقول فوق إيه؟ سبحان ربي الأعلى. وهو العلي العظيم. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها وأقم الصلاة.